السلام عليكم. ذنبي ايه؟ مع شيرين كمال. جاتلي قصة النهاردة بتقول فيها صاحبة القصة: السلام عليكم، والله احنا ناس غلابة وعلى قدنا، لكن عايشين مستورين، بنحمد ربنا على كل نعمه وفضله. وفي الحقيقة أنا مخطوبة من شهر واحد، وأبويا متوفي، ومليش حد في الدنيا غير أمي، ربنا يخليها ليا. أمي الست العظيمة استلفت 800 جنيه من ناس جيراننا علشان تعمل عزومة لخطيبي تشرفني بيها قدامه، وخطيبي كان معاه مامته وأخته. الحقيقة احنا ظروفنا على قدنا قوي، وخليني أكون أكتر وضوح وأقول لكم إن أمي اتصرفت في الفلوس دي عشان احنا لحد دلوقتي لسه ما قبضناش المعاش، وعملت كل ما في وسعها عشان تعمل عزومة تشرف. عايزة أقول إن للأسف المعيشة غالية والحياة غالية ومحدش بيقدر. 800 جنيه ل3 أفراد يكفوا، لكن الحقيقة إن خطيبي قرر إن هو يجيب معاه أمه وأبوه وأخته وأخوه، يعني كده بقوا 5 أفراد، وإحنا 4 أفراد، أنا وأمي وإخواتي. كلكم عارفين الظروف عاملة إزاي، واللحمة والفراخ هيكلفوا قد ايه علشان اقدر اعمل عزومة محترمة ل9 افراد. فللأسف الشديد قررنا بعد تفكير عميق ومشاورات ومحاورات ان احنا نعمل سمك، وطبعا مع السمك لازم يكون في حلويات وفاكهة وعصاير. جه خطيبي واهله نوروا الدنيا كلها، انا وامي كنا مش عارفين نشيلهم ازاي من على الارض، كنا فرحانين بيهم فرح شديد جدا. لكن أول ما السفرة اتحطت والأذان أذن، كلهم بصوا للسمك وبصوا لبعضيهم، والأكل في الحقيقة معجبهمش. خطيبي قال لي بمنتهى البجاحة: هو في حد بياكل سمك في رمضان؟ فين المحاشي والبشاميل واللحمة؟ قالها وضحك ضحكة سخرية خلاني في نص هدومي مش عارفة أرد أقول إيه ولا أتكلم في إيه. ومامته راحت بصالي وقالت لي: معلش يا بنتي، أنا ست كبيرة والدكتور منعني أكل سمك. ونفس الموضوع أخته وأخوه ووالده كمان، كلهم أجمعوا إن محدش بياكل سمك في رمضان، وإن هما مش هيقدروا ياكلوا سمك. حتى ما جبروش خاطرنا وكلوا معلقة رز أو حتى معلقة سلطة، فضلوا قاعدين يبصوا للأكل. وبعدين حماتي الست المحترمة المصون بصت لهم، راحوا كلهم قاموا من على السفرة وإيدهم ما تمدتش في لقمة. تخيلوا الموقف، تصوروا كسرة خاطر أمي الست التعبانة الشقيانة اللي راحت واتدينت واستلفت بس علشان خاطر تشرفني قدامهم. ما جبروش بخاطر الست الكبيرة ولا تعبها ولا وقفتها في المطبخ، ما خافوش على زعلنا، ما فرقناش معاهم. وخطيبي رد عليا وقال لي: تعالي انا عايزك. ولما رحت اكلمه قال لي: كسفتيني قدام اهلي، يا خسارة انت ما شرفتنيش قدامهم، ده انا جايب لك علبة كنافة من اتيوال علشان اشرفك، انت عارفة علبة الكنافة دي بكام؟ واخدوا بعضهم ومشيوا من غير لا سلام ولا كلام. ولما قلت له: طب خليك شوية، قال لي: لأ، سيبيني أروح، خلينا نروح نشوف هنفطر ايه في بيتنا، وكتر ألف خيرك على العزومة دي. قالها بأسلوب كله تهكم وسخرية. طب أنا يا جماعة هعرف منين؟ حد يقولي، أنا لسه مخطوبة بالظبط من شهرين، هعرف بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه؟ أكيد مش هعرف. وحتى لو كنت عارفة أو ظروفي ما تسمحش، أيا كان، هو مش في حاجة اسمها جبر الخواطر؟ مش في حاجة اسمها إن يقولي تسلم إيديكي كتر خيركم؟
في حاجة اسمها ان هو يعني ده البسمة في وجه اخيك صدقة يا اخي، ده احنا في رمضان. كسرة خاطر الست الكبيرة امي اللي من كتر كثفتها وكسر خاطرها ضغطها عالي جدا وجالها اشتباه جلطة. امي بتروح مني، امي هتضيع مني، كل ده بسبب عزوم السمك علشان خطيبي اللي ما قدرش. في الحقيقة كمان ان من يوم الحد اللي فات لحد اللحظة دي خطيبي ما كلمنيش ولا مرة، وانا قلبي مش مطوعني اكلمه. كل لما ابص في عينين امي واشوف الحسرة والزعل والتعب والوجع، قلبي ما يطوعنيش اتصل بيه ولا اقوله انت عملت فيا كده ليه. مش عارفة اعمل ايه. هل يا ترى انا اخترت غلط ولا هو ده العادي بتاع الناس؟ فعلا كسر الخواطر بقى عادي كده، ما بقاش فارق للناس. انا امي تعبانه ومليش غيرها، بتشقى وتتعب وتشتغل وشايفه حاجات كتير جدا في حياتها تعباها، بس مستحمله عشاننا. هي امي وهي ابويا وهي خالي وخالتي وعمي وعمتي، هي اهلي كلهم. امي لو راحت مني مفيش حاجه في الدنيا تعوضني بيها. وخطيبي كنت فاكرة اني هتجوز وارتاح واشيل العبء شوية عن امي، اكتشفت ان هو اكبر عبء عليا وعلى امي. دلوقتي انا جاية اقول واسأل، انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه ان انا اتولدت في اسرة فقيرة تعبانة شقيانة؟ ذنبي ايه ان خطيبي ما قدرش، معرفش يعني ايه جبر الخواطر في شهر كله جبر خواطر؟ جاية النهاردة اسألكم واقول لكم، يا ترى الصح ان اكمل ولا ان انا اقول له مع السلامة؟ انا فعلا مش قادرة اكمل. مستنية رأيكم ومستنية تقولولي انا المفروض اعمل ايه. وشكرا ليكم ان انتوا سمعتوني، وشكرا ليكم ان انتوا قدرتوا اللي انا فيه. مع السلامة.